السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العين وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. عندي بقى هنا وركين فراخ، هقطعهم تقطيعة الشيش ونتبلهم، وهنعملهم بقى مع بعض كده، في نشويهم في الاير فراير كده. فتابعوني بقى لحد طبعا لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته. حابه اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي بجربيها وتقولي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى هقطع الفراخ بقى تقطيعة الشيش. هنا بقى قطعت الورك الواحد 5 قطع. ادي 1 2 3 4 5. هقطع بقى الايه التاني، الورك التاني. كده خلاص بقى انا قطعتهم اهي. فهجيب بقى جاهز بقى التتبيله ونتبلهم بقى. هجهز بقى البهارات بتاع التتبيله وارجع لكم. هنا بقى عندي دي بهارات مشاوي، وعندي هنا جنزبيل، وعندي هنا توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وورق لوري وحبان مطحونين على بعض. وهنا عندي بابريكا، وهنا عندي دبس الرمان. هحط بقى من كل حاجه معلقه، وعندي شويه زيت، هنزل بشويه زيت عشان اتبل فيها وراك الفراخ اللي انا مقطعاها شيش، وارجع لكم. هنا بقى حطيت معلقه كزبره، وحطيت معلقه زعتر، وحطيت معلقه عسل ابيض. وهنا دي التتبيله اهي. هسيب بقى فيها هسيبها بقى في الفراخ يعني ليله كامله.
ادخلها بقى التلاجة واسيبها ليلة كاملة تشرب من التتبيلة. وحطيت طبعا معلقة خل وحطيت عصير ليمونة. هسيبها بقى في التتبيلة واغطيها واسيبها بقى في التلاجة ليلة كاملة. كده بقى السكر قرب يتكرمل اهو وياخد لون بقى ذهبي جميل. هقلبه بقى كده وانزل عليه بالشوربة. هنا بقى عندي واحدة لومي وفلفل اسود ورق لوري وحبهان، وعندي كركم، وعندي قرنفل اللي هو المسمار، وعندي قرفة، عود قرفة. هنزل كده في الشوربة، وكل كوباية رز بسمتي ليها كوبايتين شوربة. عندي بقى هنا مكعب مرق، واخلي بالي بقى من حياء الشوربه لان المكعب المرق بيبقى فيه ملح. هنا بقى الشوربه غلت، هنزل بقى بكوبايه الرز البسمتي. يغلي بقى لحد ما يشرب واوطي عليه. كده الرز بتاعنا اهو شرب بقى واستوى ومفلفل وجميل جدا وريحته بقى في منتهى الجمال. هطلع بقى الحاجات التوابل اللي فيه دي. عود القرفة واللومي، وهنا ده القرنفل اللي بيقولوا عليه مسمار، وهنا ورق لوري كان في الشوربة، هنا حطيت شوية زبيب، والرز بقى لسه سخن. هنا بقى جبت الاير فراير وهسخنها 10 دقايق قبل ما احط فيها الفراخ. كده خلاص بقى سخنت 10 دقايق. هرص بقى الفراخ الاول من ناحية العظم كده،
هنا بقى رصيتهم اهو، وهدخلهم على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق. وبعدين اقلبهم على الجنب التاني 10 دقايق كمان. في الاول هخلي الحرارة 200 وبعدين 5 دقايق كده واخف الحرارة تاخد بس الصدمة. خلاص هنقلبها بقى على الجنب التاني. هقلبها بقى على الجنب التاني وادخلها تاني اسويها وارجع لكم. وكده بقى الفراخ الشيش بتاعتنا اهي، والرز البسمتي، ودول شويه فول سوداني بدل اللوز. اللوز غالي، التمن ب70 جنيه. الفول طعمه جميل قوي. وهنا بقى الفراخ الشيش اهي استوت وده يبقى دوب. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد. تحياتي من قناتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.